هلا حبايبي، شلونكم؟ اليوم طريقة مربى تفاح شلون تسووها؟ سهلة وبسيطة، ما عليها شي. التفاح تاخذوه، طبعا هذا الأخضر، مو الأخضر على صفار صاير، تاخذوه تقشروه تقشير تمام. وتحطوه مي الشكر، طبعا المي والشكر سوا تخلوا على النار. أول ما يفور تذبون التفاح ببطنه. بعد ما يفور تشيلون الأشياء البيضة فوقها حتى لا يصير تعفن بيها طبعا. ونضيف له هيل حسب ما يعجبكم، تضيفون هيل أو تضيفون زعفران اللي يعجبكم، أو من ورد اللي يعجبكم حسب انتو اللي تريدوا. طبعا تظلون انتو في استمرار من تقلبوا، ديبالكم عليه لا ينهرس بيديكم، لأن التفاح تعرفون بعد يذوب ويا الماي يبدي يلين. فاحنا شو نسوي؟ ما نريد يلين تمام، احنا نريد بقوة، يعني مو قوي ولا لين، وسط. فتشوفون انه اني سخلت على النار المي والشكر. طبعا كيلو تفاح انا اخلي كيلو شكر ويا الكيلو تفاح تمام. اللي يريد اقل شكر يخلي كيلو تفاح، نص كيلو شكر عادي، اللي يعجبكم الحلا انتو اللي يعجبكم. انا بالنسبه لي اخلي كيلو بكيلو تمام. والهيل انا حاطه اللي يعجبني، انا احط هيل هواي لان احب طعم الهيل بالمربى. وانتم بعد تكون براحتكم، زعفران او هيل او مي ورد اللي يعجبكم حبايبي. هنا شو نسوي؟ احنا نظل في التقليب وياه حتى شنو كله يتماسك وكله ياخذ المون الشكر والهيل. ونشيل طبقات البيضة اللي تصير فوقها، نشيلها ونذبها، لان هاي تسوي تعفن بالمربى، لان حمرتها موجودة حتى تصير مثل الشوخرة تمام. نحطها حاطيه على النار، ننتظر الى ان شوية الشيرة مالته تثخن حتى يطلع الشكل المربى حلو. وطبعا هذا مو هذا اللون، سنتظروني باخير الفيديو حتشوفون شنو احط وياه بحيث يصير اللون مالته ذهبي تمام. هسه حتشوفون شنو احط وياه. شوفوا اخليه يفور حتى كل هاي البيضة اشيلها. ما بس شفت التفاح شلون بدا يصير، باعوا شلون يصير لونه يتغير، ومن ثم بدا يصير يستوي. ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا التفاح شلون صار. طبعا شو تضيفوا له؟ نخلص ونطفيها، نضيف لها شو نضيفها؟ طبعا هاي بعد ما خلصت طفيتها النار وشلتها بردت وخليتها بالهاي اللي يعجبكم وين تحطوا بالحافظة براحتكم. اجيب قماش ململ اخلي بيه شاي اسود واشده زين تمام. اشده زين، يعني الململ يعجبكم اي لون يعجبكم طبعا. اشده زين. وين احطه بعدين؟ بعد ما شديته زين عمود لي ينزل الشاي بالمربى، اخليه اخليه بداخل الشيرة، يعني بداخل مربى التفاح، اخليه لي جوا تمام. بقى شوفوا اخليه لي جوا حتى شي يسوي؟ يعطينا اللون اللي نريد المربى بيها، لان هذا مو اللون الحقيقي مال المربى احنا اللي نريدها، لا احنا نريدها ذهبية. هاي وسط، احنا نريدها كلش ذهبية وحلوة وطيبة وشكلها يعني يجذب. فشو اسوي بعد ما خلصت كل شي؟ بعد ما عندي شي شو اسوي؟ اجيب اسدها، اغطيها. تغطوها تريدون بقماش، تحطوها بقماش فوق المربى وتغطوها، او تجيبون ورق مال المطبخ، كيس يعني مال المطبخ، وتخلوا لي فوق ونسدها. حتى شنو هاي الفائدة؟ طبعا فائدتها حتى البخار ما ينزل عن المربى وتعفن حرامات تمام. فهو كله وين يصير؟ بالقماش او بالكيس. هاي اخير شي. وبعدين شو تسوون؟ ورا فترة يعني ثاني يوم مو اكثر، ثاني يوم تجون تفتحوها وتشوفون هذا اللون الحلو الذهبي صاير مربى تخبل، والطعم رهيب. جربوها بنات. بالمناسبة تخلون شوية، ما قلت لكم، ليمون شوية، ليمون حتى يتشكر المربى تمام.
وسهمكم وعافية، وإن شاء الله عجبتكم الوصفة وجربوها وندعوا لي وكلوها ويا الجيمر. مع ألف سلامة.